السلام عليكم أصدقاء شريط السينما في حلقة جديدة. كلنا عارفين إن الإخراج السينمائي ليه مدارس كتير، فقررنا النهاردة إننا هنجيب 10 مخرجين لكل واحد مدرسته المختلفة، وكمان قلنا ننوع في الأجيال من المدارس القديمة إلى الأحدث. ومن غير كلام كتير كالعادة بسرعة نبتدي حلقتنا. ونبدأ بواحد من ألمع المخرجين للعصر الذهبي للسينما، المخرج الكبير كمال الشيخ. الراجل ده يعتبر من الرواد اللي أسسوا فكرة الأفلام اللي بتعتمد في مضمونها على الجو البوليسي والغموض. دايما أفلامه بتشمل قصة وحبكة مغلفة بجريمة مثيرة، وهنلاقيه قدم لنا ده مثلا في فيلم زي المنزل رقم 13. هنلاحظ هنا في الفيلم ده قد ايه تأثره بأفلام المخرج الأسطوري الكبير ألفريد هيتشكوك بمزج الإثارة بالجرائم النفسية. هنلاقيه كمان قدم لنا أفلام زي حياة أو موت وملاك وشيطان ومن أجل امرأة، وأفلام غيرها كتير غلب عليها الطابع البوليسي. ونروح بقى سريعا لأحد رواد مدرسة الواقعية العبقري صلاح أبو سيف. وتبنى هنا صلاح أبو سيف فكرة تجسيد الواقع والبعد عن الحبكة الدرامية المصطنعة، لأنك هتحس في معظم أفلامه بأحداث متشابهة أكيد شفتها في الواقع بشكل كبير. وهنلاقيه قدم لنا ده في أفلام مثلا زي شباب امرأة وبداية ونهاية والفتوة وبين السماء والأرض وأفلام غيرها كتير. ونوصل بقى لمخرج كبير كثيرا ما تم اتهامه بأن أفلامه مش مفهومة لمعظم الناس، وده جايز لأنه كان له لمحة فنية وعمق مباشر في أفلامه، أو جايز لأنه كان عايز يوصل عبقرية فكرته بشكل بس هو اللي شايفه في إطار معين. ولكن ده ما يمنعش إنه واحد من أكثر المخرجين اجتهادا في السينما المصرية، والكلام هنا للعبقري يوسف شاهين طبعا. ويكفي تقديمه لعلامات مهمة في السينما زي الناصر صلاح الدين وفيلم الأرض وفيلم باب الحديد وكمان فيلم المصير، وأكثر من عمل مهم في تاريخ السينما. وأرجو أن يكون لقاؤنا في مكان آخر على أبواب كنيسة القيامة في أورشليم. كنت أنتظرك هناك لولا المؤامرة على حياتك. ومن دبرها يا سلطان المسلمين؟ التجربة أثبتت لك يا ملك الإنجليز أن من يخونك هو أقرب الناس إليك. ونوصل بقى لعاشق الفن وعم السينما الواقعية وأحد مؤسسيها بمفهومها الحديث، طيب الذكر عاطف الطيب. الراجل ده بمجرد ما بتتفرج على أحد أفلامه دايما هتحس بريحة وطعم الشارع المصري. مخرج عمره ما كسل في إنه يخرج لك الفكرة والصورة اللي عايز يقدمها في أروع ما يكون. علشان كده هتلاقيه دايما بيقدم لنا براويز ولوح فنية، مش مجرد فيلم حلو والسلام، زي مثلا فيلم البريء أو ضد الحكومة، وكمان الدنيا على جناح يمامة وفيلم الهروب والفيلم المبهر كتيبة الإعدام. ودلوقتي بقى مع أحد المدارس المختلفة من حيث الصورة والأداء والانتقاء في كل شيء، الأستاذ الكبير محمد خان. يعتبر واحد من المخرجين القلائل اللي قدر إنه يمزج مدرسة الواقعية بفن الرواية. علشان كده في معظم أفلامه هتلاقيه بيقدم لك حدوتة حلوة بإبداع ولكن بشكل يتصدق، وده هنقدر نكتشفه بسهولة من خلال أفلام زي ضربة شمس أو الحريف، وكمان فيلم أحلام هند وكاميليا، ومش هنقدر ننسى زوجة رجل مهم، وكمان ملحمته الخالدة أيام السادات. وهنا بقى نقطة ومن أول السطر مع العبقري اللي قدر إنه يهتم بكل تفاصيل أفلامه لدرجة العشق، الأستاذ داوود عبد السيد. مع داوود عبد السيد دايما هتحس أكنك بتبدأ تتعرف على مفاهيم جديدة في عالم السينما رغم خبرتك. دايما هيحطك قدام عالم خاص بيه، ولازم تستمتع بالحدوتة اللي هيقدمها لك من أولها لآخرها. علشان كده لو تاخد بالك هتلاقي إن معظم أعماله هي كمان تأليفه، وده هتلاحظه في أفلام زي رسائل البحر وأرض الخوف ومواطن ومخبر وحرامي، وكمان ضرة أعماله فيلم الكتكات. ورغم انه منقول عن رواية للكاتب الكبير ابراهيم اصلان، ولكنه برضه هو اللي شارك بالسيناريو والحوار. بعد ما ماتت ام يوسف ما كانش عندي حتى بني ادم اكلمه. انا بكلم الناس حوالين الجوزة، بفضفض، بضحك، واغني في قعدة حلوة لغاية ما اموت. وسريعا لأستاذ المجال الحديث وعم الشغلانة زي ما الناس ما بتقول،
المخرج الكبير شريف عرفة. اكيد انا مش هقدر اضيف اكتر من اللي اتقال عن الاستاذ الكبير شريف عرفة، لكن اللي بيعجبني انا شخصيا في شريف عرفة انك مش هتقدر تحطه في مدرسة معينة، لانه يعتبر من اكتر المخرجين تلونا في الاعمال. هتلاقيه زي ما خرج لنا افلام في منتهى القوة زي الجزيرة وولاد العم، منسيش برضو انه يضيف اللمحة الكوميدية في افلام زي فول الصين العظيم والناظر واكس لارج. بس كمان مش هتقدر تنساله افلام زي الممر او الكنز او الجريمة، وبعد ما يشبعك اكشن واثارة هتلاقيه برضو رجع تاني ضاف لك لمسة خفيفة زي فيلم الانس والنمس. علشان كده فعلا شريف عرفة مخرج متعدد الامكانيات عن جدارة. ونروح بقى لواحد من ابرز روادي مدرسة الكوميديا السوداء في الوقت الحالي، والمخرج الجميل محمد امين قدر يوريلنا انه قد ايه ممكن يقدم لنا فيلم كوميدي ويموت من الضحك في ظاهره، ولكنه مغلف بمضمون حزين جدا وبشكل في منتهى الذكاء، يقدر انه يوصل لك فكرته واسلوبه بدون اي مجهود. وظهر ده وبشده في افلام زي فيلم ثقافي وفي فبراير الاسود وليلة سقوط بغداد. الناس دي بس هي اللي بتقدر تنام وهي مطمنه ان محدش هيقدر يأذيها ولا يبوظ لها حياتها، ولذلك نقدر نسميهم الفئات الآمنة إلى يوم الدين. أما اللي زينا حيا الله علماء دكاترة مدرسين، فإحنا مرشحين في أي لحظة ناخد بالجزمة. ودلوقتي بقى مع أحد المغردين خارج السرب وأستاذ الأكشن المتقن الجميل طارق العريان، اللي قدر إنه يتميز بأسلوب أدائه في أفلام الأكشن وكمان توظيف الأدوار بشكل احترافي لكل الممثلين اللي معاه، لدرجة إنك لما تشوف فيلم عدى عليه أكتر من 15 سنة زي تيتو هتحس وكأنه متصور امبارح من كتر مشاهد الإبهار البصري والتنفيذ الاحترافي للمشاهد. يكفيني أقولك إن أول تجارب طارق العريان الإخراجية كانت فيلم الإمبراطور، وبعدها أمتعنا في أفلام زي أولاد رزق والسلم والتعبان والخلية وغيرهم. وهختم بواحد من أكتر الأمثال تصديقا وهو ابن الوز عوام، وده ينطبق على واحد من أكتر المخرجين الشباب تميزا، المخرج مروان حامد، واللي يبقى طبعا ابن الكاتب الرائع الراحل وحيد حامد. مروان قدر في وقت قصير انه يسطر لنفسه تاريخ من الافلام الجميله والمميزه، واللي على الرغم من قله عددها الا انها كلها افلام قويه ومؤثره من حيث الاخراج المبهر واسلوب زوايا الكاميرا وتنقلاتها اللي يعتبر كان جديد على السينما المصريه. علشان كده انت بتبقى متاكد في كل فيلم عليه بصمه مروان حامد انك هتشوف شيء جديد ومتميز. وشوفنا ده في افلام جميله زي الفيل الازرق وتراب الماس وابراهيم الابيض واخيرا كيرة والجن، وهنفضل دايما مستنيين الجديد والمتميز من مروان حامد. وبكده تكون خلصت حلقتنا، وارجو لو الحلقه عجبتكم يا ريت لو تشتركوا في القناه، ويا ريت كمان لو تشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك، وما تنسوش انكم تفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش كمان انكم تدعمونا بلايك وشير، واستنونا في حلقه جديده من شريط سينما.